في مقال الصحفي أحمد منصور نعم. نشر، بقول أنا التقيت بالقائد السبسي في تونس. نعم. كان رئيس الحكومة الانتقالية، وهو من المخضرمين، من عجائز نظام بورقيبة، ومن المخضرمين ومن لهم علاقة بالغرب أصلا فكرا وسلوكا. بقول التقيت به وفاجأني أو تفاجأت أو قال لي أنه إحنا في هذه الفترة الانتقالية التي رئيس فيها السبسي الحكومة، قال لقد قيدنا الحكومات القادمة لمدة 5 سنوات. نعم. يعني كان هناك مطبخ سياسي ماسك بالبلد، فعلى المستوى الاقتصادي بالقروض، بالازمات، خلق ازمات اقتصاديه، خلق اعطاء عطاءات، التزامات اقتصاديه على كافه المستويات، تحتاج الحكومه تقريبا الى 5 سنوات اذا ارادت وهي مشغوله بها. اذا اشغالهم بالاقتصاد، هذا سينعكس على الناس، سناتي على هذا لاحقا. اشغالهم في موضوع، قال المراكز الاداريه العليا في البلد، فوضعوا مدراء عامين يعرفونهم ومن جماعتهم. أنت تحتاج إلى سنوات حتى تتخلص من هؤلاء، لأنه هناك مخاوف، وللأسف قد نأتي لهذه النقطة. نعم. بعض الإسلاميين يقول لك أنا أريد أن أطمئن الآخرين، هذه يجب أن نقف عليها. جزء من طمأنة الآخرين، أنا لا أستطيع الآن أن أخذت الحكم أني أبعد رموز النظام، رجالات النظام، الموظفين الكبار، يخافوا من إبعادهم من مراكزهم حتى لا يتهموا أنهم إقصائيين. إذا هؤلاء سيبقوا في مراكزهم، وهؤلاء يضعوا العصا في الدواليب. ثم قال تحدثنا عن اللهم صل على سيدنا محمد، السفارات والسفراء في السياسة الخارجية. قال فوضعنا أيضا مجموعة منهم، وهؤلاء بالعادة يغيروا كل 4 سنوات. فإذا هو ربط البلد. هذا ما يفعله الآن العسكر في مصر. فهم إذا قبل الانتخابات جهزوا المسرح، يفوز من يفوز. أخذت الأغلبية. إخواننا في حماس أخذوا الأغلبية في الانتخابات، أليس كذلك؟ نعم. أخذوا أغلبية مطلقة. لكنهم لما أخذوا أقاموا الحكومة أو شكل الحكومة، وجدوا أنهم مربطين لا يستطيعوا فعل شيء واحد. نعم. إذا قد تأخذ الحكم ويكون عندك رئيس وزراء وعندك وزراء وعندك أغلبية، لكن على الأرض هناك قوة تمسك حقيقة هي في البلد.